الشغل في الأتيليه كان ماشي زي الفل، والتحضيرات للفرح كانت على قدم وساق. البنت اللي كانت هتتجوز كان عندها صاحبة عمرها، كانت دايماً معاها في كل مشوار، بتختار معاها المكياج والقاعة وحتى لون الورد. صاحبتها دي كانت بتمثل إنها طايرة من الفرحة، وبتقول لكل الناس دي أختي وما أقدرش أشوفها غير عروسة زي القمر. العروسة كانت مأمنة لصاحبتها جداً، لدرجة إنها سابت لها مفتاح الشقة الجديدة عشان تفرش معاها الهدوم وترص النيش. وفي ليلة الحنة العروسة راحت الشقة عشان تعمل بروفة أخيرة على فستان الفرح اللي دفعوا فيه شقة سنين. أول ما فتحت الدولاب الدنيا سودت في عينيها، لقت فستان الفرح متقطع بآلة حادة في أماكن مستحيل تتصلح، ومحطوط عليه صبغة سودة بوظت لونه تماماً. العروسة انهارت، بس لفت انتباهها حاجة غريبة، لقت ضفر مركب أو نيل واقع في أرضية الدولاب، والضفر ده كان عليه رسمة وردة غريبة جداً. العروسة افتكرت إنها لسه شايفة نفس رسمة الوردة دي على إيد صاحبتها الأنتيمة وهي بتعمل مانيكير الصبح. مسحت دموعها وقررت تفتح كاميرا اللابتوب اللي كانت سايباه شغال في الأوضة عشان تسجل لحظات فرش الشقة للذكرى. الصدمة كانت أبشع من تقطيع الفستان. شافت صاحبتها وهي داخلة الأوضة بمنتهى الغل وماسكة مقص وعمالة تقطع في الفستان، وهي بتعيط وبتقول إشمعنى أنتي تتجوزي وتعيشي مبسوطة وأنا لأ؟ إشمعنى أنتي تاخدي الراجل اللي كنت بتمناه لنفسي؟ أنا هحرق قلبك في ليلة فرحك زي ما حرقتي قلبي بنجاحك. العروسة ما كانتش ساكتة، اتصلت بصاحبتها وقالت لها تعالي الشقة حالاً عشان الفستان ضاع. أول ما صاحبتها دخلت وهي بتمثل العياط والصدمة، العروسة واجهتها بالضفر وبالفيديو قدام عريسها اللي كان واقف ورا الباب وسامع كل حاجة. العريس عرف إن البنت اللي كان فاكرها جدع وبتحب خطيبته هي اللي كانت بتحاول تخرب حياته. الصحبة الخاينة اتفضحت قدام العيلتين، والعروسة جابت فستان جديد في ليلة واحدة بفضل عريسها اللي وقف جنبها، وعرفت إن الوشوش ساعات بتبقى أقنعة لقلوب سودة مليانة غل. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تدخلها أوضة نومك وتعرفيها أسرارك ممكن تكون هي اللي بتبخر لك حياتك بالشر، والحرص واجب حتى من أقرب صحبة.